يلا نكمل سلسلة التسويق بناء على طلبكم. معاكي هاند ميد كوتش شيماء مدحت. هنتكلم النهاردة عن وصف المنتجات على السوشيال ميديا. خليني اسألك كده سؤال بسيط، عمرك دخلتي صفحة وقريتي وصف منتج وحسيتي انه ممل جدا ومفهوش اي مشاعر وكأنه زي مثلا قائمة مكونات؟ وعلى العكس بقى اكيد مره انت قريتي وصف منتج خليكي تتحمسي جدا ان انت تشتريه حتى لو انت مش محتاجاه دلوقتي. ده الفرق ما بين الوصف القوي للمنتج والوصف الضعيف للمنتج. الوصف القوي ده بيخلي العميل يحس انه محتاج فورا يشتريه، لانه بيركز على احساسه ومشكلته وازاي المنتج ده هيحلها. لكن بقى الوصف الضعيف ده بيكون مجرد كده مواصفات يعني تقنية مملة وما بيخليش العميل يحس بأي حاجة، يعني ان هو يشتري المنتج. بكرة بقى ان شاء الله هناخد امثلة عملية عشان نفهم ازاي نطبق الوصف القوي لمنتجاتنا على السوشيال ميديا. اعملي بقى شير لأي حد عنده براند خاص وخلينا ايجابيين. باي باي.